السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم نجلاء علي من مطبخ نوجة. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض وصفة جميلة وحلوة قوي ومغذية ولذيذة اللي هي وصفة السمك السنجاري. هنعمله كده، الالوان بتاعته مبهجة وجميلة. يلا بقى هنشوف الخطوات والطريقة والمقادير. ومعنا هنا جبت كيلو ونص سمك مكريل. وهنا المحتويات بتاعته جزر وطماطم وفلفل الوان وبصلايه، وطبعا في ربطة خضرة بس حطها على جنب. والحشوة بتاعته توم وكمون وملح وفلفل حار وفلفل بارد. طبعا اول حاجة انا هعمل الخلطة. هدقها ونعمها جامد لحد ما تبقى مدية عجينة بوريه كده. افضل انعم فيها قوي عشان تبقى الحشوة ما تبقاش محتحتة كده وتبقى جميلة وناعمة. وعندي هنا خلطة الهريسة كنت عاملاها قبل كده. خدت منها معلقة على الخلطة دي وقلبتها عليها. وبعد كده هنعمل بقية الحشوة بتاعت السمك. جبت بصلاية ورحت ببشرها. وبعد كده اجيب جزراية وابشرها برضو. وهجيب طماطماية بعد ما اخلص الجزراية ابشرها برضو. ادي الطماطماية هبشرها كده بالمبشرة. بقينا معانا جزراية مبشورة وطماطمية مبشورة وبصلاية مبشورة مع الخلطة اللي انا كنت عاملاها في الهون. هروح خلطة الخلطة دي مع بعضها كده كويس، خليها تتجانس مع بعضها. واحط بقى عليها حبة خل واعصر عليها كام ليمونة كده عشان دي الخلطة اللي هحشي بيها السمك. جبت ليمونتين كبار حلوين كده وبعصر على الخلطة دي كده تمام. ودي الخضرة كنت ركناها على جنب. اول حاجة بقى همسكها. انا طبعا ركنت الخلطة كده تاخد من بعضها على بال ما انضف السمك. السمك ده همسكه وانضفه كده وافتحه من الظهر لحد الراس ده، بالعكس يعني بعكس السمكية العادية اللي انت بتفتحها من البطن، دي انا هفتحها من الظهر. نفتحها كويس ونشيل اللي جواها. وبعد كده هنغسلها وننضفها كويس قوي. طبعا بشيل الخياشيم وبشيل الزعانف وبشيل الديل وبفتح من الظهر وبعملها لحد ما اخلص السمك اللي معايا. افتحها من الظهر كده فتحة كويسة من النص. وافتح الراس برضو واشيلها بقى ايه لحد ما اخلصهم كده واغسلها غسلة محترمة ما بقاش فيها اي دم او اي زفارة. كده انا بعد ما غسلت بوريهولكم بقى نضيف وابيض وزي الفل. اول حاجة همسكها بقى اللي هي الحشوة بتاعته. هقطع بقى ربطة الخضرة دي تقطيعة رفيعة كده يعني عشان تبقى جميلة وحلوة. تقطيعة ناعمة كويسة. الحشوة بتاعته تعتبر سلطة. واجيب برضو جزراية كده وابشرها. ابشرها لحد ما اخلص الجزراية. وبعد كده اجيب البصلة واقطعها جوانح. التقطيعة بقى اللي انت حباها، عايزة تقطعها جوانح، عايزة تقطعها مكعبات، عايزة تقطعها صغيرة، اللي انت حباه. بس انا قلت الجوانح هتبقى باينة. وبعد كده جبت واحدة فلفل الوان حمرا. وبعد كده هجيب الصفرة عشان تبقى كل الالوان بتاعت الحشوة بتاعت السنجاري بتبقى الوانه حلوة وجميلة، يبقى داخل فيها كل الالوان، الاصفر والاحمر والابيض والاخضر والبرتقاني، بيبقى واخد كله. بعد كده هجيب حبيتين طماطم وهقطعها كده تقطيعة السلطة. قطعها مكعبات كده. اجيب الطماطمية التانية كده تمام. اخد بقى الخلطة دي على اول حاجة. الخلطة الاولانية اللي انا عملتها هملح بيها السمك، هشبعها بيها كويس قوي. الخلطة اللي انا عاملاها الاولانية
اللي هي بصل مبشور على جزرة مبشورة على طماطماية على الخلطة اللي انا كنت عاملاها في الهون، كمون على ليمون على ملح على فلفل حار وفلفل سبايسي، ونعمتها قوي وحشيت بها السمك. انت طبعا لو عندك كبة هتسهل عليك الموضوع دوت، وتبقى سهلة جدا في ان انت تفرميها بسرعة. طبعا بقيت شوية من الخلطة وعملت ورحت حاطة فيها المكونات الحشو اللي هي زي السلطة دي او السلطة، ورحت مقلباها في الخلطة الأولانية، وحطيت حبة زيت، وهعصر عليها ليمون، وهعصر برضو على السمك كده ليمون كده محترم عشان ما يبقى زفر. والليمون اصلا السمك اساسه الليمون والكمون. اعصر الليمون اللي الكميه اللي انت عايزاها شويه كده محترمين، واقلب السلطه دي او المكونات بتاعته كويس. وهجيب ورق فويل واقطعها على قد السمكيه. اخد اول سمكيه حشيتها، واحط بقى عليها الخلطه اللي هي بتاعه الحشو بتاعه السنجاري، احشيها كويس. وهمسك ورق الفويل ده اغلف بيه السمكية على شكلها، على شكل السمكية، واجيب صينية كده وارص فيها. ده بتسويه في الفرن. كل مرة اقطع ورقة قد السمكية، واحط الحشو بتاعها بتاع خلطة السنجاري، واغلف السمكية كويس كده واقفلها. هو كان المفروض كمان ان انا احط قبل على ورق الفويل ده ورق الزبدة، بس انا ما كانش عندي، فبرضو احنا اتصرفنا عملنا بالورق الفويل. كده انا حشيتها اهو. نجيب برضو نفس الخطوات، نحط ورقة الفويل ونحط الحشوة ونقفل عليها ورق الفويل على شكل السمكة، ونحطها برضو في الصينية. كده تمام. طبعا الصينيه ما كفتش، جبت صينيه صغيره حطيتها فيها وزنقت واحده كده وحطيت عليهم، وحطيت حبه زيت، وهدخلها بقى الفرن على بال ما يستوي بقى اكون عملت الرز اللي هو بتاع الصياديه. جبت كام بصلايه كده، بصلتين حلوين كبار كده، خرطتهم في حبه زيت وبحمرها تحميره الكشري لحد ما ياخد اللون اللي هو اللي احنا عايزينه. طبعا كيلو الرز بياخد رتل ميه. انا عامله كيلو رز، احط له رتل ميه، يعني كوبايه الرز بتاخد كوبايه ميه، ودول اللي يعتبروا 4 كوبايات رز، حطيت 4 كوبايات ميه. طبعا حطيت الملح، وهحط حبه فلفل عشان ياخد اللون اللي هو البني. انا كل مره بعمله اللي هو زي خلطة الرز البسمتي، بس انا قلت المرة دي اعمله بقى بالطريقة بتاعته الاصلية، اللي هو يكون رز مايل للبني كده. هنا اتشرب المية بتاعته، وبقلبه كده وهديه على نار هادية بقى لحد ما يستوي، ونقدمه مع السمك. وهنا السمك طلع من الفرن، وهحط له بقى حتة فحماية عشان ياخد طعم الفحم، وحبة زيت، ورحت كبسة عليه بصينية تانية عشان ياخد بيبقى كان طعمه جميل جدا ورائع. هنبتدي بقى نفضي ونسرفزه. كده انا جبت الرز بعد ما استوى، حطيته بقى في الطبق، وطلعت حتة سمكية جنبها السمك السنجاري ونسرفزه. وحطيت بقى خضرة وحبيتين طماطم كده، وحدتين طماطم عشان يدي الشكل الجميل بتاع السنجاري. وبكده وصلنا للشكل النهائي للسمك السنجاري. اذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وهتلاقوا المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف.